من سيبدأ الفقرة الثالثة الأخ الكريم العقيد أحمد شوقي الدقهلية. وهي الفقرة الثالثة التي سنبدأ بها مع الأخ العقيد ليس معمر القذافي ولكن الأخ العقيد أحمد شوقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كلمات سريعة في أسئلة موجهة لنا أرد عليها برسالات سريعة لضيق الوقت. كثيرا ما يسألنا بعض الأخوة يقول: أعيدوا لنا الأمن أولا قبل أن تبحثوا عن السنة، فالعمل وإعادة الأمن واجب، أما تحقيق السنة يقصدون اللحية فهي سنة. وطبعا نرد عليهم ونقول: أولا، ليس هناك تعارض بين الامتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وبين العمل الدنيوي. وكثيرا ما نرى في كل بلدان العالم اللحية هناك حرية شخصية. معظم دول العالم سواء كانت كفرية أم إسلامية تبيح لأعضائها حرية المعتقد. ولك أن تعلم أخي أن ولاية نيويورك في أمريكا هناك رجل اسمه مايكل. هذا الرجل أسلم وسمى نفسه عبد الصبور، ولما سئل عن ذلك قال: والله حينما قرأت الكثير عن الإسلام وصبر الله سبحانه وتعالى على الكفر به فإنه سبحانه وتعالى فعلا اسمه الصبور. فالرجل اسمه عبد الصبور ويطلق لحيته ديانة لله سبحانه وتعالى، ولم يحاربه أحدا في دينه. بل تجد في بريطانيا هناك ضباط وجنود في الشرطة والجيش من السيخ يطلقون اللحى ويلبسون عمامة السيخ. وطبعا الرئيس مرسي لما كان في باكستان وجدنا في حرس الشرف الذي استقبله بالمطار أحد الضباط أو الجنود هناك في حرس الشرف سيخي بلحية ويلبس العمامة. نحن لا نطالب بعمامة، نحن نطالب بسنة في الوجه وليست عمامة ولا غير ذلك. طيب، بيقولوا اللحية سنة والعمل فرض. طبعا اللحية فرض، وانا مش هتكلم الآن على أدلة وجوبها في الاسكندرية والعمرية، ما ينفعش الكلام ده بالنسبة لكم انتوا يعني. طبعا كلكم تعلمون انها انها فرض، وكفاكم الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسولي كسرى: ولكن ربي امرني ان اطلق لحيتي واحف شاربي. طيب، الراجل بقى اللي بيقول اعيدوا الامن اولا كلمة اعيدوا ديت زعلتني قوي. كلمة اعيد يعني كأنه كان يعرف الامن وكان يعيش فيه ثم افتقده ويطالبنا بإعادته. هل تقبل أخي أن نعيد لك الأمن على الصورة المعهودة سابقا؟ هو يرضى. عارف ليه؟ لأن ليس له أي مشكلة مع الأمن. هو الرجل حر في تصرفاته، لأن الأمن كان سيفا مسلطا على كل فضيلة، صح؟ وكان معينا على كل رذيلة. لكم أن تعلموا إخوتي، والله حينما تخرجت في عام 87 عملت بالعمليات الخاصة للأمن المركزي بالقاهرة، وكنت بقى طالع بقى صاحب رسالة. طبعا أي طفل صغير تسأله تقول له عايز تشتغل إيه؟ يقول لك إيه؟ أشتغل ضابط. ليه يا ولد؟ يقول لك عشان أمسك الحرامي. أنا بقى اتخرجت لقيت بقى مفيش حاجة اسمها أمسك الحرامي. ماشي يا حضرات؟ أول خدمة هنطلعها في العمليات الخاصة شهر 10 سنة 87 كانت في راقصة مصرية لا داعي لذكر اسمها، كانت مستضيفة سيلفستر السالوني، يقعد عندها في الشقة 3 أيام. وكان على باب الشقة مين؟ ضابط برتبة عميد وضابط مقدم في أمن الدولة ومجموعة من العمليات الخاصة للأمن المركزي. وأنا هطلع الخدمة دي. قلت لهم والله ما نطالع. طب وبعدين؟ قلت لهم أنا هروح.
انا اطلع اشتغل قدام باب رقاصه مستضيفه راجل بتاع مصارعه ولا بتاع افلام روكي ولا مش روكي، وقمت طالع على العلامات الخاصه قلت لهم انقلوني، قالوا قدامك اسيوط، قلت الى اسيوط. فذهبت الى اسيوط وجدت ما اشبه اليوم بالبارحه، حرب على الاسلام. حضرت بقى عاصرت كل حاجه، شفت في اسيوط بقى 87 اللي ما يخطرش على بالك. طيب انتقل، طبعا مش هحكي لكم، انتوا عارفين. سريعا تعالى بقى الشرطه بقى اللي هي طبعا الراجل عايز يرجع الامن. اضرب لكم مثال برضه للامن اللي كان موجود في بلدتي سريعا. في بلدتي الستاموني مركز بالقصد قهلية، بقت مركز دلوقتي. دلوقتي البلد ديت فيها تاجر مخدرات واحد. لقيت الشرطة مشغلاه مرشد، فانا رحت الاداره العامه لمكافحه المخدرات، مشغلونه مرشد على مين؟ هو تاجر لوحده، وهذا المرشد بقى يطلق له العنان، الراجل غرق البلد مخدرات. هو ده الايه؟ المرشد. وطبعا انتوا عارفين ماشي يا حضرات، ده بالنسبه لايه؟ المرشد بتاعي. طبعا انتوا عارفين الكلام ده كله. تعالوا بقى على البلطجيه اللي هم صناعه الشرطه. لكم ان تعلموا انه في عام 2000 الشرطه كانت مكلفه انها تجيب البلطجيه عشان يقفوا في طوابير الايه؟ الانتخابات، عشان الاخوان المسلمين ما كانش بقى في سلفيه بتنزل. ضابط مباحث في المنصوره جاب بقى كشف يحصي فيه اسماء البلطجيه الافاضل اللي هينزلوا معاهم في الانتخابات. فكان هناك امراه داعره، هذه المراه راحوا لها البيت لقوها تابت. قال لها وجدوا المرأة منتخبة واتجوزت راجل عربجي في شارع العباسي في المنصورة، وكان شيخ سلفي، يعني هو سلفي. قالت لهم استروا عليا، جوزي سطر عليا وبقيت كويسة وبحفظ القرآن. قال لها الكلام ده ما يخلش علينا، هتحضري معانا الانتخابات، هتحضري الانتخابات. فالمرأة جت فقالت شكلك راجل طيب، قلت لها اه. قالت لي قعدني في جنبي بالله عليك. قعدتها في جنبي وخبيتها. وطبعا انتوا عارفين اللي كان بيحصل، لن اطيل. ده الامن اللي الاخ عايز يرجعه الاول. ترجع امن ايه يا ابني؟ ماشي يا حضرات، دي نقاط سريعه. احنا يا اخواننا جايين عشان نجيب الامن بجد بقى فعلا. هذه المجموعه جايه تكون نواه، وطبعا ورانا ناس كتير بس خايفين يتوقفوا، او برضه في تنظيم بيننا وبين بعض. طيب النقطه الثانيه سريعا عشان الوقت، وطبعا اخواتي هيفيدوا في هذا الامر. يا اخوانا الامن هذا ثمرة الايمان بالله. الله تعالى مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. الملك سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين الصالحين بان يمن عليهم بثمرة الايه؟ الامن. قال تعالى في الانعام من اول وحاجه قومه الى ان قال فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. بتاع البلطجيه بقى لا، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وفي النور وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد من الملك لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ولكم مثال عظيم في سورة سبأ الآيات إلى أن قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما
آمنين فأعرضوا عن منهج الله، فأعرضوا عن منهج الله سبحانه وتعالى. وقالوا بقى هنا في الآية فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نجلس مع مسؤولين في مؤسسة الرئاسة والوزارة، أنا جلست مع مسؤول كبير فقال لي أخي دعنا حتى نصلح البلد أولا في شهور معدودة، ولك علينا بعد أن تصلح البلد سنعيدكم إلى عملكم بلحية النبي صلى الله عليه وسلم. وراجل مؤمن بس صلح البلد الأول. طيب انت هتصلح البلد الأول يا أخ عشان تطبق الشريعة، ولا الشريعة هي تصلح لك البلد؟ اطبق الشريعة الأول ولا اصلح الأول؟ يا أخي الشريعة ليس هناك سبيل للإصلاح إلا بالشريعة. أنا هصلح الأول. تصلح بقى على منهج من سعادتك؟ التجربة التركية ولا التجربة الدنماركية ولا التجربة الشيوعية ولا التجربة الإيرانية؟ وبعد ما يصلح هيبقى يطبق الايه؟ الشرع. يا أخي قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. صح يا حضرات؟ فاحنا هنطبق الشريعة عمياني. انا بشتغل مع الملك على العمى كده اهو من غير ما افكر. حد يعمل به في الارض خير لاهل الارض من ان يمطروا 40 صباحا، حديث حسن. تمام يا حضرات؟ فالاخ هيصلح الاول وبعد ما يصلح يبقى يطبق الشريعة. ينفع كده يا اخوانا؟ ينفع؟ طيب رسالة اوجهها لسيد الرئيس محمد مرسي، بنقول له يا سيادة الرئيس احنا معانا احكام قضائية، وقبل ما يكون معانا احكام قضائية معنا حكم الملك سبحانه وتعالى. أليس تكبير يا دورة اصحاب السنة، اليوم صبروا بكرة الجنة، اليوم صبروا بكرة الجنة يا دورة اصحاب السنة، اليوم صبروا بكرة الجنة، اليوم صبروا بكرة الجنة. يا حضرات معانا احكام قضائية ولم نحرج احد. وقبل الحكم القضائي معنا حكم الملك سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن، اذا كان مؤمن بقى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اخر جزئية يا حضرات رسالة موجهة للشعب كله من رئيسه لاصغر واحد. ان سقطت هذه التجربة الجماعة اللي قالوا بقى الاسلام هو الحل، واللي احنا نجحناهم عشان الاسلام هو الايه؟ هو الحل. وانت ايه الفرق بينك وبين اي علماني اللي بينه وبينك الاسلام هو الايه؟ هو الحل. راحوا بقى يدبلجوها ويظبطوها ويزوقوها ونحمل الخير لايه؟ لمصر. اي خير تحمله يا اخي؟ والله ما في خير إلا بهذا المنهج. لو شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات. ضلت عيونهم برغم نبوغهم وتعرضوا لمناكب الخطرات وتنكبوا سبل السلام وأقبلوا يتشدقون بأنفه الكلمات. لو أحسنوا فهم السلام لعملوا إيه؟ لو أحسنوا فهم السلام لأسلموا ما غير دينك سلم لنجاتك صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة، هذه الشعيرات مرفوضة أما يطبقوا الشرع كامل إن شاء الله. والله إن لم تنفذ هذه الأحكام برضا، اولا لابد يكون راضين يا اخوانا والله، وانا احذرهم من هذا. والله لو نفذوها ضغط سيعرضون انفسهم لغضب الله. وما كان المؤمن ولا الايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانا اقول من هذا المكان والله ان تهزم هذه العصابة فلن يطبق شرع الله في مصر ابدا. صح ولا غلط؟ اخيرا يا سادة اقول اللهم ان تهزم هذه العصابة فلن يطبق شرع الله في مصر ابدا.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.